ملكة جمال مصر سنة 1955. فاتنة المعادي، فنانة امتلكت مواصفات النجمة السينمائية بسبب جمالها ورشاقتها ورقة ملامحها البريئة. الفنانة كريمة حياتها الشخصية منعتها من الوصول للنجومية اللي كانت بتتمناها، لكنها صنعت قصة وفاء مميزة لجوزها الراحل الفنان محمد فوزي. اسمها بالكامل كريمة عبد الله عبد الرحيم، واتشهرت باسم فاتنة المعادي بسبب جمالها ورقتها. اتولدت سنة 1934 وهي بتنحدر من أصول شركسية. اتجوزت في سن مبكر من طيار مدني بينتمي لعائلة أرستقراطية، لكنها انفصلت عنه من أجل الفن، واتعلقت بالفنان محمد فوزي وكانت بتشتري صوره وتعلقها عندها في غرفتها. ومرت الأيام واتجوزته سنة 1959، وده بعد ما انفصل عن زوجته الفنانة مديحة يسري، واستمر جوازهم 7 سنين. وظهرت للمرة الأولى في دور صغير في فيلم وحش البحر، وبعد كده شاركت في فيلم إزاي أنساك سنة 1956، وخاضت تجربتها الأولى في البطولة في فيلم حلاق السيدات سنة 1960، لكنها فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها سنة 1961. وبعد كده سافرت مع جوزها الفنان محمد فوزي علشان يتعالج بعد ما اتدهورت حالته الصحية، وسافروا لندن مع بعض. وبعد كده حصلت على دورة تدريبية في التمريض علشان تقدر تراعي زوجها الفنان محمد فوزي أثناء مرضه. وعجز الطب عن إيجاد علاج للفنان محمد فوزي، وتوفى سنة 1966. وبعد رحيله رفضت الجواز رغم إن كان لسه سنها صغير، وقالت إن محدش يقدر يملى الفراغ اللي تركه الفنان محمد فوزي في حياتها، وعاشت بعيد عن الأضواء لحد ما توفت سنة 2005.